السلام عليكم. إن القردة والخنازير لطالما رأت الشرف رذيلة، والأمر ذاته ينطبق على أراذل الدنيا الروافض الأنجاس. لطالما كانوا يعتقدون أن الشرف مصيبة، وأن الأمانة معصية، وأن الدين بدعة، وهذا ما أوصلهم بعقولهم المتحجرة إلى الافتراء على أصدق كتاب نزل إلى هذه الدنيا. وليس أبلغ من قوة هذه الكذبة إلا وسيلة من وسائل أهل السنة الواضحة لتدمير دينهم الذي يتبع معايير اليهود والنصارى. وهذا ما سوف نريه لإخواننا السنة اليوم، ونقهر به شر الخلق الروافض إن شاء الله تعالى. ونبدأ بعرض زندقة علماء الروافض في نصب العداء لكتاب الله سبحانه وتعالى. وعالمهم الأول لدينا هو محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار. ويقول في البحار: فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان. ويقول في مرآة العقول: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. قال عن هذا الحديث موثق. وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم. فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ العالم الثاني هو الحر العاملي. ويقول في الفوائد الطوسية الجزء الأول: وما المانع أن يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة عليهم السلام، وفصل المحرمات في آيات لم تصل إلينا، وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله الأئمة عليهم السلام، وأن من ادعى أنه جمعه كله فهو كاذب. وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله كان 17,000 آية، والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد. العالم الثالث يوسف البحراني الذي يقول في الدرر النجفية الجزء الرابع: أقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه. ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها، لأمكن تطرق الطعن إلى أخبار الشريعة كملا كما لا يخفى، إذ الأصول واحدة، وكفى الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. ولعمري أن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى، مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا على الدين وأحرى.